الخيل العربي الأصيل هو نوع من الخيول المعروفة في العالم. عن جد عالمية اسم الله عليه. غير عن باقي الخيول، هو مش مجرد حيوان يركض بسرعة، بل هو رمز للتفرد والرشاقة. سرعته قوية، غير يختلف عن باقي الخيول بالصبر وبالتحمل بالذكاء. الخيل العربي الأصيل. الخيل العربي مش بس رفيق للسباقات، بل رمز للجمال والقوة العربية. أجت عندي يتسمعني الشعر، حكي عن عظام جمجمتي شعرها. انت لحالك لو ما بتعرف الخيل بتشوف حصان مرات في الشارع في اي محل، حصان هيك مغرور معطيك الغرور تاعه، بتميزه انه هذا حصان عربي. لما بنحكي عربي بنكون عم نحكي عن الأصالة، عن القوة، عن الشجاعة. بهاي الحلقة رح نلقي الضوء على جوانب مختلفة مع الخيل العربي بجمال تراثنا وتراث الخيول العربية من قديم الزمان، ويعتبر من السلالات القديمة، من أقدم السلالات هي سلالات الخيل العربي، ورثناه عن جدودنا. اليوم نمشي على السلالة، حصان مثلا ابن فلان فلان بطل عالمي. اليوم اجينا عند مدرسة النعورة للفروسية. كيف نعطي الحصان يمشي؟ كليك وجرين، يلا ممتازين، حلو. بصراحة في كتير تساؤلات. شو اللي بخلي سعر خيل العربي غالي؟ وشو هو سر احتفاظ خيل العربي بسمعته لليوم؟ الخيل العربي بعده لليوم محافظ على سمعته. في أيامنا هذا في حضرنا بعده الخيل العربي محافظ على سمعته، كل الناس تستخدمه للسباقات، لعروض الجمال. وغيره الخيل العربي له جمهوره في كل العالم، مش بس في بلادنا، في كل العالم له جمهور. الخيل العربي يعتبر الخيل العربي من تراثنا وثقافتنا في الشرق الأوسط من قديم الزمان، ويعتبر من السلالات القديمة، من أقدم السلالات هي سلالات الخيل العربي، ورثناه عن جدودنا. اليوم نمشي على السلالة، حصان مثلا ابن فلان فلان بطل عالمي، حصان امه الفلان الفلاني هيك بطلة عالم، امه توجت بطلة من عائلة أبطال. إلى هيك الخيل العربي غالي، غالي الثمن. هاي تعالي تعالي. في كثير أنواع خيل. في عندك الخيل العربي، خيل الكويتر، توروبريد، السنجل، التنسي. في كثير 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 عندك خيل. في الفريزن، عدة أنواع. كل حصان له أهميته، وكل حصان له طريقة عناية. الخيل العربي الخيل عروض الجمال ما بنفع فيها تبعتها على مدرسة إنه تدرب أولاد عليها ولا شيء، لا ما بنفع للشباب. ممتازين، ظهرك لوراك، افتح كتافك، يوفي، اطلع وراها، حافظ على مسافة بين الفرس والثاني، افتح ايدك اليمين لبرا، اليمين وراها، خليكي. الخيل المدرسي بتختلف عن الخيل العربي من ناحية طبع، من ناحية سلوك. الخيل اللي مش عربي بيكون دم بارد، بيكون أهدى، بيكون خيل هادي، في بينك وبينه تواصل. إذا أنت ما بتعرف تتحكم في الحصان ممكن يضرك الحصان، ممكن يهرب فيك، ممكن يدبك. لازم يكون عندك تواصل بينك وبين الحصان وتكون فاهم عليه. الحصان بعدين إذا بحس الراكب إنه خايف مش مسيطر عليه، الحصان بيسيطر عليه. يعني أي شخص يشوف اليوم حصان في الشارع يروح يركب عليه، أنا ما بنصح. تعرفش كيف الحصان مروض، كيف الحصان مدرب، شو أطباع الحصان، غير ما أنت بتروح على مدرسة وبشرحوا لك كيف تعامل معاه وكيف تطلع عليه وكيف تمتطيه وكيف كل الشغلات هاي. بدك تروح الناس عندها خبرة في الخيل. لازم يكون كل إنسان بركب خيل عنده خبرة كيف يتعامل معها. قبل ما نحكي عن العناية بالخيل العربي وأهميتها الكبيرة، بدنا نشوف ربطة الخيل وطريقتها لتثبيت الخيل وتأمينه. ربطة الحصان وطريقتها إلها أهمية كبيرة. هسا أنا بدي أورجيكم كيف بدنا نربط الربطة الصحيحة. نأخذها بالطريقة هاي، دائرة، كمان دائرة، كمان دائرة، كمان دائرة، كمان دائرة، ونطلعها هيك. هيك الحصان بيقدرش يفلت حاله، وطريقة سهلة انك تفك الحصان. ولد صغير بيقدر يفك الحصان بثانية واحدة. وكمان شغلة، اذا الحصان مثلا علق اشي بدنا نفكه، هاي اسهل طريقة للفك. تاخذ الحبل من هون، صار معك. لازم كل انسان بده يتعلم ركوب خيل يتعلم الاساسات الصح لركوب الخيل والعناية في الخيل. كل يوم حمام، تنظيف، بده كثير اهتمام، لأنه خيل برضه حساس.
وتربيته طبعا مكلفة من ناحية أكل وشرب وعناية وكثير شغلات، وتحميم الخيل وكثير كثير كثير عناية بده الخيل، من ناحية أدوية، من ناحية أكل، من ناحية شرب. إذا بتهمله بتدمر الخيل بالنهار، أكيد بالنهار. لازم تهتم فيه، تعطيه عناية، تعطيه حب، تعطيه اهتمام. هذا الخيل اللي بده إياه. في كتير جوانب للخيل. علاقة الخيل مع الإنسان اللي بيلعب دور كبير ومهم. الخيل بيعزز الثقة في النفس للشخص، لأي بني آدم بيعطيه الثقة بالنفس، بيعطيه القوة، وبيساعد كثير على الراحة النفسية، بيساعد كثير شغلات لعلاجات نفسية. يعني في كثير حيوانات اللي هي يعني ممكن في ناس بربوها مثلا كلب وهيك، بس العشق هون بيختلف. كنت مرة راكب واندبيت من صغري، اندبيت وانكسر يومها، انكسر عندي كتف، والخيل ما تركنيش، ضله حدي، قعدت عنه لف ورجع ضله حدي. هذا الوفا، هون الوفا. كنت ابن 12 سنة. الخيل وفا، الخيل محبة. قديش بتعطيه هو بيعطيك، وبيعطيك بأزود. كل إنسان بربي خيل بصير يعشقها، بصير بينه وبينها تواصل. الخيل العربي مميز، بيجبرك انك تحبه. أو بنصح الكل يجرب الخيل، يفوت على هذا المجال. هسه بدنا نشرح عن أهمية تنظيف الحافر، وهسه بدي أورجيكم الطريقة. أول شيء بنقرب على الفرس هيك من عند كتفه، ننزل لتحت، ترفع، وبنبلش ننظف. أهمية تنظيف الحافر هو عشان ما يكونش رطوبة، ما يكونش حجر بجر الفرس، ما يكونش مسمار أو إشي. دائما بننظف لما بنطلع أو لما بنرجع، نفحص حافر الفرس. وهون عندنا بيت النسر دائما نفحصه ونتفقده، ما يكونش حجر عالق فيه. اوه تعالي 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 تعالي. هيلا يلا اطلعي اطلعي. أحبوا الخيل واصطبروا عليها، فإن العز فيها والجمال. إذا ما الخيل ضيوها أناس، ربطناها فأشركت العيال. نقاسمها المعيشة كل يوم، ونكسو البراقع والجنان.